انا هنبطل اللبن، انا هنبطل المنظومه دي. المنظومه دي منظومه فاشله، منظومه اللبن. صلوا بينا على النبي. الشغلانه دي هتدخلك النار، ما انتش لو بتصلي 200 ركعه في اليوم. انا ممكن تلاقي بقى المنظومه دي بتدخل النار، تروح للفلاح سبب بهدله البهايم والامراض. تحلب اللبن ونازل من بين اللحم والدم، تحط عليه ميه، تحلب اللبن ويبقى عليه رغاو. خد بالك من دي. تروح بقى في البرميل دي، مش عايز نقول لك ايه اللي بينحط في اللبن، من نشادر، من اكسجين، من مرض ودني. تروح لبتاع المعامل تودي له اللبن، خلي بالك بتاع المعمل برضه ياخد منك شويه اللبن. لبن فيه مشكله، فيه تكانه، ماني باين فيها امراض، يعرف على الجهاز، يلا دخل كله بسعره، شيل يا معلم. تبقى بتاع العربيه اللي بيلم اللبن ده اهو، اللي بياخد من السريح بتاع اللبن، لو اللبن فيه مشكله بياخده بسعر معين. طب بتاع العربيه هيخسر يعمل ايه؟ الدار ثاني يوم يجيب يشوف له شويه لبن مفروزين يدخله، يجيب شويه ماء من طرح يحط عليهم ملح عشان ما يبانش في التحاليل. طبعا كله بتوع اللبن هقول له للرز ازاي؟ اقول له سعر المهنه. قاعدين يا معلم بص اهو، بطلت المهنه خلاص، بطلتها، ما عادش شغال فيها تاني. دار تاني بقى على بتوع المبردات يشتغلوا لنا في اللبن المفروز، يجيب شويه جاموسي من شويه بقري، يفرز ويدخل على بعضه ويصدر تاني للمعام. خش بقى على التجار الكبيره، يا جماعه اللي معاهم الفلوس بقى ياخد كيلو جبنه، القرص دفع من 13 ل 15 ل 16 كيلو، ياخد الكيلو ب 165 جنيه، قاعد عنده شهر واحد بس كده في المنشر، ويطلع يبيع ب 250 وب 300. تروح للسوبر ماركت يخيط الفلاحين، يخيط المستهلكين، بلاش اي مستهلك يدوا له بقى حته جبنه قد كده ب 50 جنيه، مفيش طاق ولا في رحمه. تعالى تاني بقى بتاع سوبر ماركت، اتعلم برضه الشغلانه بقى، يجيب برضه فنطاس جاموس نضيف، ويجيب 2 مفروسين ويدخلهم على بعض ويدي للناس. الناس تاخد اللبن كامل الدسم، ما فيهوش لا كامل ولا اخوات، ما فيهوش حاجه خالص، اللبن ما يتشربش. ويجيب بغري ويحطه على الجاموس، فين التقوى وفين الرحمه؟ ودي بقى تعالى خش تاني بقى على موضوع الجبن بانواعها. الجبن دي كلها لا تصلح للاكل ولا للشرب. وتعالى على المعلبات، لا تصلح للاكل ولا للشرب. كل دي تدور على الانسان يقول لك عنده 40 سنه وفي 150,000 مرض مش عارفين نعالجوه من ايه؟ ما ادي منظومه من ضمن المنظمات اللي موجوده في الفساد في البلد. ادي اللبن اللي نازل من اللي ربنا نزله من بين اللحم والدم، حاجه واحده بس. فدلوقتي يا جماعه بتوع اللبن اتقي الله. الست من اول ما تطلع تشتغل في بتحلب دي تتقي الله، تنظف الموان بتاعها، تشتغل بمرض الله. انا هنغيركم مش مغيركم، بس انا بتكلم على منظومه من اولها لاخرها فساد وتدخل النار. وانا عايز يعني نركز ده كله على الدماغ الكبيره اللي هم التجار اللي بيخزنوا الجبن، والناس بتوع المعامل اللي بيدخلوا عندهم لبن، اللبن نفسه الجهاز طلع انه فيه امراض وفيه مضادات حيوي ويدخل. والستات اللي بيمسكوا اللي بتعمل السمنه بتعملها ببطاطس، اتقوا الله. حتى السمنه، حته السمنه الواحد يحط منها وياكل، مع حاطين فيها بطاطس وعاملين زبده وسايح ونضحك. كل المنظومه كلها ضحك على بعض وكيد. مين اللي مضرور بقى ومين اللي بيدفع الضرائب دي بحاله؟ المستهلك. عايزين حد يركز الضوء على جزء واحد بس انا بتكلم فيه، بادئ من اول الفلاحين للمستهلك. الجزء ده من اوله لاخره كل ما تمشي وتدور فيه هتطلع منه الفساد من راسه، من صاصه لراسه زي ما بقول. فاتمنى على بتاع اللبن انا تتقي الله وارفعوا حتى سعر اللبن شويه على الفلاحين، حتى يمكن الوليه تتقي الله، بدل ما تحط ميه عليه لما تبقى في مقابل ما تحطش ميه على اللبن، ما تضرش، ما تفرش، ما تجيش بالليل تقشط تقول له ما عنديش لبن المغرب وتقشط وشه واخد بالك وتسلمه تاني يوم الصبح فرزته من البيت وتعمل هي جبنه وقشطه وتقول يا رب اصلح لنا يا رب يكرمنا. تقول لا، الكفى ما فيهوش جيوب. ابعت